في غزة الحرب لسه ما انتهتش، وفي نفس الوقت إسرائيل استولت على شوية سفن من أسطول جلوبال صمود عند كريت. في الشهور الأخيرة الصراع في الشرق الأوسط بقى أكبر وأخذ طابع أكثر منهجي بعد الهجوم المباشر على إيران ولبنان. ده حول الانتباه بعيد عن ساحة غزة اللي العمليات الإسرائيلية فيها لسه ما خلصتش. من أكتوبر 2025 فيه وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس، واللي المفروض على الورق كان هيؤدي لتراجع تدريجي للاحتلال الإسرائيلي ونزع سلاح حماس. ما كانش صعب نتوقع أن الأمور هتمشي بشكل مختلف. حسب الأمم المتحدة من بداية وقف إطلاق النار اتقتل على الأقل 600 فلسطيني في القطاع، وكمان الجيش الإسرائيلي استمر في تدمير المباني بشكل ممنهج، مش بس في المنطقة اللي تخصه لكن كمان في المناطق القريبة منها. حسب قواعد وقف إطلاق النار كان المفروض إسرائيل تقتصر احتلالها على منطقة محددة بخط أصفر، لكن مؤخراً بعض الخرائط اللي أصدرتها سلطات الدولة اليهودية للمجموعات الإنسانية اللي شغالة في المنطقة بتبين وجود خط برتقالي إضافي. المساحة دي بتكون منطقة عازلة اللي القوات الإسرائيلية بتسمح فيها بمرور المساعدات الإنسانية، لكن في بعض الحالات الفلسطينيين اللي اتشافوا في المنطقة دي اتقتلوا لأنهم تعتبروا تهديد. في الواقع المنطقة البرتقالية دي بتوسع سيطرة إسرائيل على قطاع غزة، وبسبب العمليات دي حماس بترفض تسلم سلاحها، وخطة السلام بتاعة ترامب لسه متوقفة. في آخر إبريل شوية نشطاء نظموا نفسهم من جديد علشان يوصلوا مساعدات إنسانية لغزة. حوالي جزيرة كريت اليونانية تم اعتراض 22 من القوارب دي وتم احتجاز النشطاء. السلطات الإسرائيلية تصرفت على بعد حوالي 800 كيلومتر من إسرائيل، بس دلوقتي ما بقاش في حاجة تدهشنا بخصوص نفوذ إسرائيل خارج حدودها. وفي نفس الوقت اليمين اليهودي المتطرف اللي هو جزء من التحالف الحاكم لسه بيضغط علنا علشان استمرار الاحتلال والحرب في غزة. وانتم رأيكم إيه؟ كالعادة هتلاقوا معلومات أكثر في التعليقات أو في الوصف.